أهلا مشاهدينا الكرام. في هذه النشرة الإخبارية العاجلة ديال اليوم كنوقفوا على واحد المستجدات على الوضع في المخيمات ديال تندوف اللي كتعرف حاليا احتقان وغليان غير مسبوق من بعد الحملة القمعية الأخيرة. من مصادرنا الرسمية أكدت بأن الميليشيات البوليزاريو نفذت واحد السلسلة ديال المداهمات والاعتقالات اللي استهدفت الصحراويين اللي عبروا على الرغبة ديالهم باش يرجعوا للوطن الأم. هذا التصعيد جاء مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد الوحدة الوطنية اللي دعا فيه الملك محمد السادس جميع المحتجزين باش يرجعوا لبلادهم، مع التأكيد على ضمان الحقوق الكاملة وإعادة الإدماج ديالهم في هذا المجتمع بكرامة. الخطاب الملكي فجر واحد الموجة ديال الأمل في المخيمات وخلى أعداد كبيرة كتوجه نحو خيار العودة، لكن الرد ديال الجبهة كان سريع وقمعي. المصادر كتوضح أن البوليزاريو استعملت طرق غير قانونية بحيث سلت لمجموعات محادثات خاصة ورصدت النقاشات الداخلية ديالهم، تم وجدت لوائح بالأسماء ديال الناس الراغبين في العودة، وهذا الشيء نشر الرعب والخوف داخل وسط المحتجزين. المصادر الحقوقية كتشوف أن هذه الدعوة الملكية كتشكل تحول حقيقي وكتحل الباب باش يتحيد العزلة والضغط النفسي والاجتماعي اللي كيعيشوه الساكن، وهذا الشيء كيطرا في ظل واحد الصمت دولي غريب على هذه الانتهاكات. الوضع كيبقى متأثر وكيأكد على أن دعوة المغرب للعودة كتهدد قبضة الجبهة على المخيمات. المغرب كيبقى متشبت بضرورة ضمان حقوق الصحراويين والعيش بكرامة رغم هذه المحاولات ديال القمع اللي كتنفذها جبهة البوليزاريو. وكيبقى تزايد أعداد الراغبين في العودة للمغرب هو دليل قاطع على الأزمة الإنسانية والضغط اللي كيعيشوه المحتجزون. هذا الشيء كيخلي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبة بالتدخل العاجل والمباشر لضمان حماية المدنيين وفتح المجال أمامهم لممارسة حقهم في اختيار مصيرهم بحرية وكرامة. هنا وصلنا لنهاية التقرير ديالنا، إلى اللقاء بعد جديد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.